أسبوعين وأبناء منطقة الرهي وسامع يقومون باقتلاع الحطب بشكل عشوائي وكثيف، ويتم نقله من مناطق بعيدة يستخدمونه بدلا من الغاز الطبيعي الذي أصبح الحصول عليه من المستحيلات. الزميل عماد العامري والتفاصيل في صياغة التقرير التالي. نتابع. من قال إن زمن الوقدة بالحطب قد ولى هنا في سامع في قرية تسمى الرهوية، يخرج الناس يوميا تحت شعار لا داعي للغاز في قريتنا، وتقودهم يد الأزمة إلى تدمير وتقطيع الأشجار من أجل الوقدة بها حسب قولهم. نحن لا نستطيع شراء الغاز بهذه الأسعار الباهظة، لذلك نحن مضطرون لاقتلاع الحطب الذي أنعم الله به علينا والاستفادة منه بدلا من الغاز. نعم، لا داعي لشراء الغاز بهذه الأسعار الباهظة ما دامت السماء تمطر والأرض تنبت، وبلادهم فهي كأي بلدة أخرى، لكنها في حقيقة الأمر ليس كذلك، فهي بلدة يصدق عليها قول الله تعالى بلدة طيبة ورب غفور. فالصغار كما الكبار كما النساء كما الشيوخ يأتون بنقلها إلى المنازل، وكثيرون منهم يؤكدون أن الحوثيون هم الذين شكلوا هذه الأزمة الخانقة. الحوثي وصالح سبب هذه الأزمة الخانقة التي كان سببها الثورة المضادة التي قام بها جماعة الحوثي بالخروج بالكذب على الشعب لإسقاط القرعة، وأوصلوا البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم من تدني في الخدمات العامة. وآخرون يملون أن الأزمة هي السبب الرئيسي في وصولهم إلى هذا الحال. منطقتنا الاقتلاع العشوائي من قبل، لكن الأزمة الخانقة هي الذي أجبرتنا عن ذلك. إذن الناس تأتي وتذهب، وتحديدا في هذا الأسبوع، وإذا كان بعضهم ليس بحاجة إلى الحطب فإن آخرين يبحثون عن الأشجار ويقوم بتقطيعها من أجل التخفيف عليهم القليل من الأزمة الخانقة. عماد العامري، محافظة تعز، سامع، قرية الرهوية.